بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم. في البدايه زي ما احنا متعودين نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وبتمنى نعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من جمهورنا العظيم، لان انا جاي ليكم بخبر انفراد. خبر خلال الساعات اللي جايه هيكون ترند. عوده امام عاشور مره تانيه لنادي الزمالك. الاهلي رسميا يعلن فسخ تعاقده مع امام عاشور، وهقول لحضراتكم ايه هو السبب ان الاهلي بيعلن فسخ تعاقده مع امام عاشور، وامام عاشور بيعلن رغبته في العودة مرة تانية لنادي الزمالك. عشان كده انا بتمنى اسمع رأي جمهور الزمالك. هل انت مع عودة امام عاشور مرة تانية لنادي الزمالك ولا انت ضد؟ لان رأيك يهمني لانه هيكون اكبر رد على الفيديو اللي انا هعرضه لحضراتكم دلوقتي بالدليل يعني. وبتمنى تعملوا لايك، جمهور الزمالك كله يعمل لايك ويعمل شير للفيديو ده في كل مكان عشان تعرفوا او العالم كله يعرف. ولا قبل ما نتكلم تعالوا نسمع كده الفيديو ده مع بعض ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. اعمل خبر كاذب. خبر كاذب. اتفضل. الاهلي يفسخ تعاقده مع امام عاشور. افراح ده خبر هتقام. سعيد للناس. اكمل بس. اتفضل. وامام عاشور يعلن عودته الى نادي الزمالك. علق. لا اعلق. انا في رايي ان ده احد الاهداف الاعلاميه عند كتير من الناس حاليا، وشايفها بوضوح. لان انت لا خلينا دلوقتي نقول الناس بقى اللي كانت عماله تشتم على ده البلدونه. انا ده اللي هقول لحضرتك. اتفضل. هو بيجي يقول لك ايه؟ اصل امام لاعب مشكلته ان هو بيستفز جمهور المنافس. بص حضرتك مع احترامي يعني احنا واخدينها فريم فريم كده مع علاقه لاعبتنا المميزه مع الجمهور. بركات بيحتفل احتفال عادي، اتقال ان هو بيعمل اشاره خارجه لجمهور الزمالك. حضرتك ما حضرتش الواقعه دي؟ اكيد كلنا حضرناها وشفناها. 3-3 ده كلام شوبير اللي بيقول ما تيجوا كده نفبرك خبر ونقول خبر مفبرك ان الاهلي يعلن فسخ تعاقده مع امام عاشور، وامام عاشور يعلن رغبته في العودة لنادي الزمالك. وتعال نشوف ردود افعال الناس اللي هم جمهور الزمالك هيكون ايه. الناس اللي هي كانت بتهاجم البالونة وفرقعت البالونة، الناس دي هتقول ايه؟ هقول لحضرتك حاجة. جمهور الزمالك كله لو امام عاشور ده هيجي ويجيب الملايين لنادي الزمالك احنا رافضينه ومش هيدخل نادي الزمالك مرة تانية. امام عاشور لما جه كابتن احمد من نادي ميتلاند لما ما كانش عايز يرجع يكمل، جه كان بيعيط بالدموع للمستشار مرتضى منصور، قال له روح يا ابني خلص نفسك، ساق طوب الارض. انتوا كنتوا بتفاوضوه وهو كان بيرفض. هو ما راحش ليكم غير لما لقى باب نادي الزمالك مقفول في وشه ومسدود ومش هنقدر نرجعه. امام عاشور اللي هو ضرب الكابتن بتاعك بالرجل ويجي قدام الكابتن بتاع نادي الزمالك يضرب له تعظيم سلام. امام عاشور اللي تطاول على حارس المرمى بتاعك ويجي عندنا يضرب لهم تعظيم سلام. امام عاشور اللي عشان صبغ شعره اصفر المستشار مرتضى منصور اللي هو مش عاجبكم وبتقولوا لسانه طويل وبيغلط وبيعمل وبيخلي، منعوا انه يدخل نادي الزمالك الا لما يرجع شعره تاني زي ما كان. امام عاشور وقت ما عمل الغنوة الشهيرة عيلة سليم عيلة والاهلاوية ولاد هو الاهلي فاكر نفسه ايه يا مش عارف ايه، الكلام الجميل اللي انتوا كنتوا رافضينه ده، كان معاقب. وقتها كان بيلعب مع فريق الناشئين مباراة في مع النادي الاهلي وكان في مقر النادي الاهلي، والفيديو ده اتعمل واتسرب. في الوقت ده امام عاشور اساسا كان مع الفريق الاول ولكن كان معاقب. احنا كنا بنعاقبه وكنا مهبطينه. امام عاشور اللي انتوا بتعملوا تمثال دلوقتي اللي هان رموزكم وهان اساطيركم. امام عاشور يا كابتن احمد اللي جمهور الاهلي
في المدرجات كان بيهتف ويقول صالح سليم مش ناسيينه، امام عاشور مش عاوزينه. وبعد منها باسبوع يا امام تعال، يا امام تعال. امام عاشور اللي هو قل منكم، ولكن انتوا نسيتوا كل الكلام ده. عادي مفيش مشكله. اما جمهور نادي الزمالك استحاله ان امام عاشور او كهربا الاتنين دول في يوم من الايام واحد فيهم يدخل نادي الزمالك مرة تانية. هكذا يدار الإعلام المصري يا سادة، إعلام كرة القدم في مصر. هو ده شكل الإعلام بتاعك، الإعلام المصري الرياضي. بنفبرك خبر، أو بمعنى الأصح عشان ما أقولش إن هو بيفبرك خبر، هو بيوضح صورة ان تعالى كده الناس اللي هي بتهاجم دلوقتي امام عاشور على موضوع البالونه ومش عارف ايه والكلام ده كله. لو احنا، هو بيقصد كده يعني عشان بس ندي كل واحد حقه يعني. تعالى يعني لو فبركنا خبر وقلنا ان الاهلي فسخ تعاقده مع امام عاشور، الجمهور اللي بيهاجم ده هيبقى فرحان وما هيصدق. يرد عليه البتاع اللي قاعد جنبه يقول له في ناس قاعده مستنيه الخبر ده، في ناس قاعدين مستنيين يسمعوا الخبر ده. مين الناس اللي قاعدين يسمعوا الخبر ده؟ سؤالي هنا للمجلس الأعلى للإعلام، أنت فين؟ أنت فين من مثل هذه القذارة والتلوث السمعي وإثارة الفتنة وإثارة التعصب ما بين جمهور الزمالك وجمهور الأهلي؟ سؤالي الثاني لمجلس إدارة نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب، أنت إمتى هتجيب حق لعيبتك؟ امتى هتجيب حق جمهورك؟ امتى هتجيب حق نادي الزمالك؟ لو سكاتك ده هو تغيير الصورة الذهنية اللي انت قلت احنا عايزين نغير الصورة الذهنية وهتشوف الزمالك بشكل تاني، لو سكاتك ده هو الصورة الذهنية، احنا مش عاوزين لا صورة ذهنية ولا فكرية ولا طعمية، ولا عايزين الكلام ده كله يا كابتن حسين. احنا عايزين اي حد يطلع يتكلم عن نادي الزمالك او عن جمهور الزمالك او عن اي لاعب داخل نادي الزمالك يحسبها مليون مرة ويعمل للكلمة اللي هيقولها مليون حساب. ولكن هم عارفين ان مهما يقولوا ومهما يعملوا محدش هيقف ليهم، محدش هيطلع يقول كده لا ما ينفعش، محدش هيقدم شكوى. جمهور الزمالك العظيم المحترم، جمهور الزمالك يا كابتن شوبير ما بينساش اللي أساء له وما بينساش اللي هو ضحى عشانه. بتمنى اسمع رأي اخواتنا طبعا الزملكاوية في التعليقات على القصة ديت، وتقول لي رأيك، هل انت بالفعل مع عودة امام عاشور مرة تانية لنادي الزمالك ولا لا؟ او بتمنى تعملوا شير للفيديو ده في كل مكان، واللي مش مشترك في القناة يسعدني ان يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس للكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية بمشيئة الرحمن. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا وعاش جمهور نادي الزمالك العظيم. شكرا لكم، السلام عليكم.